السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير، هذه بلادنا يؤطرها الدستور والقوانين التنظيمية وقانون الإطار وتسيرها المؤسسات، لكن للأسف عام ونص تواجدكم على رأس وزارة التعليم العالي كانت كافية باش درهن مستقبل الجامعة المغربية نحو المجهول. عدد غير مسبوق الآن للمؤسسات الجامعية التي تسير بمؤقتين. لماذا هذا التأخر؟ واش ما كاينش المساطير؟ واش ما كاينش الكفاءات؟ بلادنا تبارك الله عليها موجود فيها الكفاءات والمساطير كذلك موجودة، أو حتى تقرب المقربين إليك وتشتغل بالناس اللي سبق لهم خدموا معاك في الجامعات اللي كنت كتسيرها. السيد الوزير، اليوم رهنت مستقبل مشاريع د 34 نواة جامعية اللي كانت غادي تكون واللي كانوا غادي يستافدوا منها أبناء هذا الوطن واللي كانت غادي تحقق العدالة المجالية. اليوم السيد الوزير كتحاول أنك تعطي تراخيص استثنائية لمقربين إليك لبناء مؤسسات خاصة لا توجد إلا على الأوراق بكل من أكادير والدار البيضاء. السيد الوزير، اليوم بلادنا محتاجة لتطبيق القانون على أحسن وجه. واش هذا الشيء هذا ورثته على الحكومات السابقة؟ كيف ما كتقول دائما، كتقول بأن هذا الارتباك وهذه المشاكل ورثتها على الحكومات السابقة. سبحان الله، ملي كنت في رئيس جامعة وكنت في المجلس الإداري كنت دائما كتشكر هذه الحكومة ودائما كتعلي بها. شنو تبدل اليوم؟ ما تبدل والو. الإرث اللي خلت لك الحكومات السابقة 600 مليون درهم ديال المشاريع الجاهزة اللي خصك تنزلها على أرض الواقع. شكرا السيدة النائبة المحترمة، انتهى الوقت. نمر إلى التعقيبات الإضافية في الموضوع. تفضلي سيدة. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد الوزير على الإجابة ديالكم الواضحة، ونحن نتفهم كل هذا التعطيل اللي ربما كاين بخصوص تعيين بعض رؤساء الجامعات أو العمداء، إلا أنه السيد الوزير والسيد الرئيس يطلبوا منكم ذلك مباشرة، لأن اليوم سمعنا واحد العدد ديال الاتهامات اللي هي في حق السيد وزير التعليم العالي بخصوص تعيين لبعض المقربين أو توفير واحد الاستراتيجية ولا بعض الخطط ديال المشاريع اللي تفضيل بعض المقربين، ونحن في قبة مسؤولة في أمام السلطة التشريعية، فنحن نطالب السيدة النائبة إن كان عندها المعطيات الدقيقة أن تلجأ للقضاء، لأن هذه تهم خطيرة جدا، فيها تضارب ديال المصالح، فيها مزايدات كبيرة. ولذلك إلا سمحتي السيدة النائبة، مادام أنك ايوا دابا غير تفهموا دابا راه وجهتي لي الكلام ايضا دابا ماشي لا غير نتفاهموا. اولا السيده النائبه المحترمه، انا ما عرفتش علاش وجهتي لي السؤال، نتصنتوا لبعضياتنا. ثانيا السيده النائبه المحترمه، ربما هذا الكلام ديالك كان عنده ما يبرره في غياب الوزير. السيد الوزير حاضر، واش غادي نكونوا محامون اكثر من السيد الوزير؟ السيد الوزير حاضر، ونعطيوه فرصه للسيد الوزير. لا انا جاوبت لانك السيده النائبه. لا 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 لا, لا ما يمكنش، انت ماشي عضوة الحكومه. كاين السيد عضو السيد الوزير. لا علاقه لك بالموضوع، انت ماشي هيئه الدفاع، وانا كنجاوبك لانك وجهتي لي السؤال. انت ماشي هيئه الدفاع، انت نائبه برلمانيه كطرحي الاسئله وكتسائل الحكومه. السيد الوزير موجود، نفتحوا ليه المجال، هو اللي غادي يجاوب. تفضل سيد الوزير المحترم، تفضل. هذاك الغوات راه والو، غير ضيع الوقت السيده النائبه، غير ضيع. انا ما كنغوتش، انا كنبهك وحاولي على صحتك، سيده النائبه، حاولي على صحتك. تفضل السيد الوزير المحترم، تفضل. لا صافي، لا ما كاينش نقطة نظام. انت لا ما كاينش نقطة نظام سالينا. لا دابا هذا تشويش على الجلسة، هذا مجرد تشويش على الجلسة. الكلام ديالك خارج عن الإطار. انت نائبة برلمانية ماشي عضوة الحكومة. كاين السيد الوزير غادي يجاوب. هذا الكلام تشويش وزيادة في الكلام. احترموا هذه الجلسة الله يرضي عليكم. تفضل السيد الوزير المحترم، تفضلوا، اعطيو شوية الهيبة وشوية الوقار لهذه المؤسسات. بركه من هذا المستوى المنحط. تفضل سيد الوزير المحترم، ارجوك تفضل. كتضيع الوقت سيدي النائبه، انا قلت لك حاولي على صحتك، راه كتضيع الوقت.
انا قلت لك اش كاين والو. خلي سيد سالين عطيناك لا لا، داك الكلام ديال تمييز ضد النساء كون ما عطيناكش الكلمه، حنا عطيناك الكلمه وخرجتها للسياق. باي حق غادي تنوضي انت غتدافع عن الحكومه والحكومه موجوده؟ تفضل السيد الوزير المحترم. حولي على راس السيده النائبه، راه عطيناك كلمه واحترمناك كنقول لك حولي على راسك. تفضل السيد الوزير، وتفضل السيد الوزير تفضل. ها كتضيع وقتك، ها كتضيع الوقت، تفضل وكتضيع الوقت ديال السيد الوزير. تفضل لك الكلمه سيد الوزير المحترم. شكرا سيد تفضل. ايوا فسحوا المجال، ايوا دابا شكرا فسحوا المجال السيد الوزير يهضر. واخا. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. انا اللي بغيت غير نشير له، راه اليوم السيد المشاكل. الوزير إلى الله يخليكم الاخوان في لاريجي، يمكن راه هذه العمليه ديال التشويش على السيد الوزير يمكن مشى ليه الوقت، رجعوا الوقت عافاك العداد من الاول. شكرا. تفضل السيد الوزير المحترم. انا السيد الرئيس ما غاديش ندخل في هذه الاعتبارات، لان انا ولد الدار، ولد الجامعه المغربيه، خدمت فيها 8 سنين مع الحكومات السابقه، دونك عارف الصغيره والكبيره. والله يخليكم ما تخرجونيش من السياق اللي جيت عليه. بغينا نخدموا بلادنا باش يكون عندنا راس مال بشري مكون. اليوم عندنا تحديات كبيره اللي خدينا فيها 10 سنين ديال الروتار، 10 سنين ديال الذكاء الاصطناعي ما تكلفناش به، 10 سنين ديال المهارات الذاتيه والكفاءات الافقيه اللي في مراكش عملناها في 2013، الرقمنه اللي عملناها في 2013 والحكومات ما استقطبوهاش. دونك ما غندخلش معكم في هذه الاعتبارات. انا عارف بان كاين تشويش وكاين سياسات سياسويه ما عندي ما ندير بها. انا خدامين باش ندير. شكرا سيد الوزير المحترم. انتهى